السلام عليكم، أهلا حبيباتي ومرحبا بكم من جديد في مطبخ شريفة كويزين. اليوم إن شاء الله غنقدمكم كاب كيك بالتون والخضر كيجي لذيذ رائع. كنتمنى ينال الرضا ديالكم واعجاب ديالكم. اذا بغيتو تشوفوا الوصفه ما عليكم غير تابعوني على الفيديو. قبل ما نبداو في التحضير ديالها ما تنساوش تعملوا جيم الفيديو، وكذلك ما تنساوش نشروا الوصفه مع الصديقات ديالكم. شكرا لكم حبيباتي. نبداو على بركه الله. تحضير الوصفه غنحتاجو 200 غرام من الدقيق الابيض، 3 حبة البيض، واحد كيس من الخميرة الكيماوية يعني خميرة الحلوى بيكن باودر، 100 مليلتر من الحليب، 80 مليلتر من زيت الزيتون، ملح حسب الذوق، فلفل أسود الإبزار، معلقة حتى 2 معالق كبار ديال الياغورت طبيعي، علبة من التون المعلب فيها تقريبا 125 غرام صفيتها من الزيت، جبن مبشور أنا استعملت موتزاريلا تقريبا 100 حتى 150 غرام، الزعتر. غنحتاجو كذلك فلفل بالالوان، استعملت الفلفل الحمار والاصفر، عملت غير نص فلفله صفراء ونص فلفله حمراء. غنحتاجو كذلك واحد طوماطيشه نعود الطماطم متوسطه حتى هي قطعتها مربعات صغيره بلا ما حيدت القشره ديالها، والزيتون الاسود للتزيين. نمشيو دابا نشوفوا الطريقه. غنجيب واحد طويصه او اناء غنعمل فيه الفلافل بالالوان وكذلك الطماطم، غنضيف عليهم التون المعلب، غنزيد الفلفل الاسود الابزار، ملح حسب الذوق، غنضيف الياغورت طبيعي كما قلت تقريبا معلقه حتى 2 معالق كبار، غنضيف عليهم الجبن مبشور غير نص الكميه والنص الاخر نخليه للتزيين. نخلط المكونات مع بعضهم ونخليهم على جنب. غنجيب طويصه او اناء اخر غنعمل فيه ديك 3 حبات البيض، نضيف على البيضات ملح وكذلك الابزار يعني الفلفل الاسود، نزيد الحليب ونخلط المكونات مع بعضها مزيان. الزيت كما قلت زيت زيتون تقريبا 80 مليلتر، من بعد ما نخلطو مزيان غنضيف الدقيق والخميره، غنضيف الدقيق بشويه بشويه يعني ما نضيفوش مره واحده، نخلط الخليط مزيان حتى نحصلو على خليط الكيك. هنا بعد ما الخليط ديالنا وجد غنجيب قالب اللي غنعمل فيه الكاب كيك اللي مدهون بالزبده ومرشوش بالدقيق، نخوي الخليط في قوالب كما كتشوفوا، يمكن نعملو غير في القوالب بالكاغيط اللي كنعملو بها المندلينا، غير هما مخصناش نعمروهم بزاف باش ما يفيطوش ملي يطيبوا، حيت باقي غنعملو فوق منهم داك الخليط ديال الخضر. غنزيد فوق منه داك الخليط ديال التون، غنزوقها بزيتون كحل وغنرشها بالزعتر، وفي الاخير غنضيف لها داك الجبن اللي بقى لي الجبن الموتزاريلا، ندخلها الفرن اللي يكون سخون على 180 درجه، طيب تقريبا ديك 35 دقيقه حتى ل 40 دقيقه.
هنا بعد ما طابو البانكيك ديالنا غنجيب واحد العويد، دائما نشوف واش طابو، الا خرج ناشف غيكون طابو، الا كان خرج فازك غيكون باقي، يعني باقي مكملش الطياب ديالو. هنا انا طابو، هنا بعد ما طابو غنحيدو من القالب كما كتشوفوا، كيجي المنظر ديالهم غزال. نعملوهم فوق شي شبكة باش يبردو شوية، عاد ديك الساعة نقدموهم. هنا غنقسمها على جوج باش تشوفوا كيف كيجيو من الداخل، كيجيو مفشفشين من الداخل، كيجيو رائعين. الحلقة ديالنا اليوم سالات. إذا عجبتكم الوصفة ما تنساوش تعملوا جيم الفيديو، كذلك ما تنساوش تنشروا الوصفة مع الصديقات ديالكم. بالنسبة للأخوات اللي عاد اكتشفوا القناة ديالي ما تنساوش حبيباتي تسجلوا فيها، وكذلك ما تنساوش تعملوا تفعيل القناة بالضغط على الجرس باش توصلوا بكل جديد. إلى الملتقى إن شاء الله مع وصفة جديدة وحلقة جديدة، في أمان الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.